بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. محبي ومتابعي وأصدقائي بالكباتن في كل مكان، تحية ليكم من القلب، وحفظكم الله جميعا أينما كنتم، وكفاكم الله شر السوء والداء والبلاء والغلاء. ما ننساش ندعي لأهالينا في فلسطين المستضعفين، أهالينا في غزة الشرف والكرامة والعزة. اللهم إنا نسألك نصرا عزيزا مبينا، اللهم آمين يا رب العالمين. انتهت مباراة مودرن والأهلي، أو الأهلي ومودرن، فيوتشر سابقا مودرن حاليا، بنتيجة 2-1 لصالح النادي الأهلي. فوز مستحق وأداء مرضي للجميع للنادي الأهلي. يعني امبارح أنا قلت إن فيوتشر أو مودرن فرقة صعبة، وعندهم لعيبة عالية جدا في الهجوم وفي خط النص وفي الدفاع، فرقة متكاملة ومعاها مدرب عجوز مخضرم الكابتن طلعت يوسف. احنا الحمد لله 3 نقاط مهمة جدا، ما تكلمنيش عن اي حاجة خالص غير ال3 نقاط، ثم 63 نقطة. احنا رايحين بسرعة القطار، بسرعة الاكس الى الصدارة ان شاء الله باذن الله. واصبحنا يعني رجل و3/4 رجل، يعني في حته كده صغيره بره التيتش ان شاء الله بمشيئه الرحمن وبتحدي وتصميم الرجاله. هيكون الدوري رقم 44 في الجزيره ان شاء الله، غصب عن انف وراس محمد عادل، واللي ورا محمد عادل، واللي موصي محمد عادل الحكم الفاسد الفاجر، واللي قاعدين في الفار محمود بسيوني، غصب عنهم كلهم. خدنا ال3 نقط. ما انا قلت قبل كده العب وسجل، هدف صحيح 100% مش هيقدر يلغيه، بس عملها الفاسد الفاجر، حكم الاحتواء المعروف، بقى معروف. المفروض الحكم ده الاداره شوف، زي ما بنطلب حكام اجانب، لو فرضوا علينا حكم مصري مثلا في الدوري هنا في اي مباراه، لا نعترض عليه، نقول ده ما احناش عايزينه، ونطلع له البلاوي وننشر الغسيل، لان هدف قفشه صحيح 1,000,000%، مش 100%. يا راجل ده 2 من لعيبه مودرن راكبين على وسام ابو علي، راكبين عليه، وهو من تحت سلك الكوره لقفشه خدها على الزاويه اليمين، ما قضيه يمين المره دي. يا راجل انت زعلان انك انت تفرح الولد ونقول قضيه ثالثه؟ زعلان ان انت تحسب هدف صحيح 100% والفار نايم وقاعد في المصيده ولا حس ولا خبر؟ محمود بسيوني، دي اسوأ لقطه في المباراه النهارده. المباراه كلها جميله، والراحل احمد رفعت الله يرحمه الشباب عاملين الواجب وزياده، وما فيش احتفالات، والدنيا يعني هاديه والامور ماشيه. انت تعكنن علينا ليه؟ الله يعكنن عليك. ما هي لو فيها شك، يعني لو وسام ابو علي خد واحد لتحت قعدوا جنبه، ضرب واحد في رجله، ده يا راجل ده ما فيش حد، هنقول ايه؟ المهم احنا كده الحمد لله دخلنا على المباراه، ويعني بعد منتصف الشوط الاول كده مودرن هدف بالهدف الاول عن طريق اللاعب الافريقي، خد الكوره ومشي وحرت، محرات ماشي، بلدوزر ماشي، دبابه ماشي، وحواليه 3-4 لعيبه من رجاله الاهلي، ما فيش واحد منهم عارف يعمل تاكلينج. يا عم شد واعمل فاول قبل ما يروح لمنطقه الجزاء، ورامي ربيعه بيحرسه، رامي ماشي معاه بيقول له وسع يا رامي شويه، حاضر، وقام مظبط زو على يمين الشناوي. الشناوي لا يسأل عن الهدف بشكل كامل، ما يشيلش الليله كلها، اللي يشيل الليله الجماعه اللي كانوا ماشيين بيوصلوا المهاجم. ومن نص الملعب ليه تقطع الكوره؟ ما تقطعش الكوره ليه؟ زي ما قال كولر في المؤتمر الصحفي، الشناوي صحيح عليه علامات استفهام، يعني الى حد ما انا غير راضي عن اداء الشناوي، بس هو لو كان يعني اللي بيكسر يمين ده هيلعب، هيشوط فين؟ هيشوط على اليمين. اللي بيكسر اليمين ده مش هيشوط على الشمال نهائي.
فانت كنت سد تعالى شويه يمين هتيجي في ايدك، انما انت اتاخرت يا شناوي. ولا يسال عن الهدف بشكل كامل، اللي يسال الدفاع مع الشناوي. واحنا عايزين نعطي فرصه بقى للزنفولي في الماتش اللي جاي مع الالمونيا، والشوبير مع بيراميدز الماتش اللي جاي يوم الاثنين، والزنفولي يوم الجمعه مع الالمونيا في كاس مصر. المهم جابوا الهدف الاولاني، دعيت ربنا ان ما يطلعش الشوط الاول الا لما نتعادل، والحمد لله اتعادلنا بفاول لعبها القسطى قفشه. القسطى شفت العربيه بقى اللي بيسوقها قسطى محترم، عنده خبره ومش متلهوج ومش متسرع وما بيخبطش يمين وشمال، ده قسطى بنفس المصطلح اللي بيقول عليه فاروق جعفر، ده قسطى في الملعب السواق. شفت بيهدي الريتم وبيسرع الريتم وبيودي ورا وبيودي، ما فيش ميس باص من قفشه النهارده. هو كان يستحق انه يبقى راجل المباراه، لكن كريم فؤاد خدها الله يسهل له ويستحقها، لانه عامل مباراه 10/10. ما نقدرش نتكلم نص كلمه، انما هذا الرفعه في مستوى جميل جدا. خدها مين بقى؟ خدها امام، اللي في بدايه المباراه كان مستواه هو مش راضي عن مستواه وادائه، لا في بدايه المباراه النهارده ولا في المباراه اللي فاتت. خدها امام بالرأسيه وبالنيو لوك الجديد الافريقي زيو، على شمال محمود حمدي حارس مودرن. على فكره امام ما بتسجلش بدماغه كتير ابدا، يمكن دي اول مره، وبالنيو لوك الجديد. خلاص قلنا الحمد لله، وفات الشوط الاول وتمام التمام. هي هجمه واحده اللي كانت في الشوط الاول على الشناوي، وجالنا يجي 4 ضربات ركنيه ومودرن 0 ضربات ركنيه، عشان تعرف ان الاستحواذ والسيطره كانت كامله. صحيح هم عندهم خط نص قوي وهجومهم شرس، بس برضو الحمد لله. بدأنا الشوط الثاني قلنا يا مسهل يا رب باذن الله. انا كنت متاكد ثقه في الله وثقه في اللاعيبه ان احنا ان شاء الله هنجيب الثاني والثالث. قعدنا للدقيقه 70 يمكن، لما نزل المعلم بقى ايه كولر قال لك لا ابتدي بري شويه. انزل مين؟ انزل ديانج وانزل رضا سليم وطلع طاهر وعاشور. تغيير 10/10. انا كنت متخوف بس من تاو، لانه ما من فتره بعيده رجله مش في الملعب، لكن الحمد لله نزل الاثنين اللي نزلهم كولر من اول لمسه لهنا وهنا، هم اللي جابوا الجول، هم اللي جابوا الهدف الثاني بعد دقيقه 70 تقريبا. ركنيه، احنا جالنا اكتر تقريبا 9 ركنيات، تقريبا 9 ركنيات، وما فيش ركنيه واحده المدر ابدا. ده دليل على ايه؟ استحواذ. يعني شناوي في الشوط الثاني ما جابش ولا كوره خالص يسال عنه، كان مريح على الاخر. لعبها رضا سليم في مستوى تاو، في مستوى الواد تاو، هوب زو بالراس النحاسيه لتاو الهدف الثاني. الحمد لله قلنا كده ظبطت، والثلاث نقاط مهمين، ونجري بسرعه على الصداره باذن الله. يعني كان ممكن نجيب، نزل بقى كهربا ونزل ديانج وطلع وسام وتقريبا طاهر، ونزل نرفد كمان، خط النص اتملى، وطلع الواد اكرم تقريبا. المهم هو نزل ديانج ومين وكهربا بعد يعني في الدقيقه 80. قلنا يا مسهل، جات لي كهربا فرصه زي بالظبط زي فرصه خالد بيبو في ماتش 6-1 بتاع الزمالك بتاع بيبو وبشي. اتعلم يا عم من خالد بيبو، اتعلم، اتفرج على ماتشات كتير يا كهربا. انت خلاص خدتها ورحت، ده انت توديها في البعيده بقى بكل هدوء، بدون صربعه وبدون ان انت عايز تعمل كل حاجه في وقت قد كده. لا، كهربا لازم يكون عندك تركيز كبير جدا جدا، ما تخلينيش او غيري يقول لك لا كهربا ما ينفعش. وجات لك فرصه ثانيه برضو، حتى بميس باص مرتين، عايز تفوت، عايز تعمل كل حاجه في اي وقت. لا، الكوره مش كده. هو احنا هنفهمك
انت مهاجم 10 على 10 وليك تاثير في هجوم النادي الاهلي، بس الصربعه ما بتعملش حاجه. ده انت عديت يا راجل وفت والمرمى فاضي خالص، عديت. تمام تمام التمام. المهم الحمد لله ان احنا فزنا، احنا رايحين على 2-1 وثلاث نقاط و63 نقطه وزي ما احنا عايزين وماشيين الفوز ل 14. احنا عندنا ماتش يوم الجمعه في كاس مصر مع الالموني. نزل يا عم بقى، جرب بقى يا عم الحاج، خلي زنفولي ياخد فرصه وخلي شوبير ياخد فرصه مع بيراميدز يوم 22 يوم الاثنين ماتش الكاس. غير و... واعمل روتيشن كبير، مش مشكله، جرب يعني. مع احترامنا لنادي الالمونيا يعني مش محتاج الليله الكبيره قوي دي، خلي الليله الكبيره اليوم الاثنين يوم 22 مع بيراميدز. الماتش ده ماتش بيراميدز يوم الاثنين هو اللي انا ممكن بعد نتيجته اقول لك الدوري 44 الدرع في الجزيره ان شاء الله، مشيئه الرحمن بالمكسب باذن الله. اي نتيجه تانية برضو احنا لا، يا اما نتعادل او نفوز الحمد لله، لا قدر الله وحصل حاجه تانية لا. مع العلم ان هم بيقولوا في اخبار بيقولوا ان هم خصموا من مودرن 3 نقاط، الله اعلم، ملناش يخصموا يحطوا، ملناش، احنا نلعب كل مباراتنا نازلين نفوز وناخد النقاط ال3. تمام. فاحنا نريح اللعيبه، قدامك فرصه ان انت تلعب باللي انت عايز تشوفه وتجربه في ماتش الالمونيا في الكاس يوم الجمعه. والمباراه الكبيره بقى، المباراه الحسم اللي صح يوم 22 يوم الاثنين مع بيراميدز، المنافس الوقت الوصيف الوقت اللي بيقولوا عليه القطب الثاني، وانا ارفض هذا الكلام رفضا قاطعا. يبقى احنا كده في السلام الحمد لله، نتيجه مرضيه واداء مرضي، والحمد لله كريم فؤاد رجل المباراه. انا كان نفسي قفشه ياخد رجل المباراه، لكن الحمد لله يستحقها كريم فؤاد واي لاعب، واحنا في ظهر اي لاعب وداعمين للمدير الفني والجهاز وللاعبين لاعب لغايه مباراه بيراميدز دي اللي هتحدد اين سيذهب درع الدوري رقم 44. ان شاء الله سيذهب للتتش باذن الله، باذنك انت يا رب. في النهايه ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وعلى التيك توك او على الفيس المتابعه واللايك والشير. مش عايز منك اي حاجه، المتابعه واللايك والشير عشان الفيديو كل الناس تشوفه، يروح لاكتر يعني الناس كلها تشوف. الشير على صفحتك شرف ليا وعلى راسي من فوق. يبقى المتابعه واللايك والشير. وصلي على حبيبي وحبيبكم سيدنا النبي الهادي البشير، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وتصبحوا على الف خير. سلام.